بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. موضوع هذا اللقاء موضوع كبير وعظيم للغاية، وجدير بالمسلم أن يعتني به وأن يرعيه اهتمامه. فإن القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، سواء في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو شرعه، من أعظم المحرمات وأكبر الموبقات. فإن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه بغير علم، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. ولنتأمل في هذا قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب هذه المحرمات الأربع، رتبها بالبدء بأسهلها وأخفها، وهو الفواحش، وليس فيها خفيف ولا سهل. ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه، وهو الإثم والظلم. ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما، وهو الشرك بالله سبحانه. ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه سبحانه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فتوعد سبحانه على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه الله هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال. وهذا بيان منه عز وجل أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم وتيقن أن الله سبحانه وتعالى أحله أو حرمه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحذر عز وجل عباده من التحليل والتحريم بغير علم، وبين أن القول عليه بغير علم من اتباع خطوات الشيطان. فإن الشيطان يحب من الناس القول على الله بغير علم، بل يأمرهم بذلك من أجل أن يفسد عليهم دينهم، وأن يفسد عليهم أخلاقهم ومجتمعهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. والمفتي يخبر عن الله وعن دينه، فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم. ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد، وعفي له عما أخطأ به وأتيب على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا، وإن هذا هو حكم الله. قال الربيع بن خثيم: إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه، فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا
أو أمر به فيقول الله كذبت، لم أحله ولم أأمر به. وقد روي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله أنه قال في بعض ما كان ينزل به، يعني من مسائل، فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه، فكان رحمه الله يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والله عز وجل يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أي أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ففي هذه الآية إنكار على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم. يقول الله عز وجل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، يعني الحيوانات المحللة التي أحلها الله وجعلها حلالا، فجعلتم منه حراما وحلالا، يعني جعلتم بعضه حلال وبعضه حرام بلا حجة ولا برهان، وإنما هكذا من قبل أنفسكم. فوبخهم الله على ذلك فقال الله أذن لكم أم على الله تفترون. ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم بذلك، فعلم أنهم مفترون على الله. ثم لنتأمل في هذا الباب حديثا عظيما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، وهو يتكون من 3 جمل كلها تتعلق بموضوعنا هذا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. هذا الحديث فيه بيان إثم من أشار على أخيه بغير رشد، أي إثم الإنسان الذي يستشيره أخوه في أمر من الأمور فيدله إلى غير رشد. ومن يدل أخاه إلى غير رشد لا يخلو من حالتين. من يدل أخاه إلى غير رشد لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون غاشا غير ناصح، يبطن غشا، فهذا الغاش يخاطر بمن يستشيره ويدله لما يعلم أنه لا خير له ولا نفع فيه لصاحبه، فيكون ذلك إضرارا به وتوريطا له وإلقاء به إلى التهلكة. وهذا شأن أئمة الضلال، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فإمام الضلال قد يدل غيره إن استشاره إلى أمر يعلم في قرارة نفسه أنه خلاف الصواب وخلاف الحق، فيكتم الهدى ويخفيه ولا يدل عليه ويلبس الحق بالباطل لأغراض دنيئة، فيكون غاشا للناس في دينهم. الحالة الثانية أن يكون المستشار على غير علم وعلى غير فهم، ثم يتعجل، وأحيانا تكون عجلته من باب رغبة في نصح من استشاره والشفقة عليه. ونتنبه لهذا الأمر فإنه مهم. الشخص قد يكون مشفقا على من استشاره عطوفا عليه، وفي الوقت نفسه ليس عنده علم يرشده إليه ويبين له الحق من خلاله، ومع ذلك يخوض في الأمر ويبدي الرأي وهو لا علم له، وهو لا يستحضر فيه، يعني يرشده وهو لا يستحضر فيه هديا ولا حكما شرعيا، وإنما من باب العطف على من سأله. ولهذا قال العلماء قديما، قال بعض أهل العلم قديما ناصحا من يفتي لا يكن همك تخليص السائل، وليكن همك تخليص نفسك، وليكن همك تخليص نفسك، لأنك إذا كان همك تخليص السائل وسألك عن أمر قلت لا حرج، ما في بأس، ما في إشكال، وهو في الشرع فيه الحرج وفيه الإشكال وفيه الإثم، فإنك تبوء بالإثم. فعندما يستفتيك شخص لا يكن همك تخليصه،
وليكن همك تخليص نفسك، لأن من أفتى غيره بغير رشد فإثمه على من أفتاه ومن أرشده، لأنه إذا استنصحك فدللته إلى غير رشد تحملت إثمه، ولا يشفع لك في هذا الباب أنك عطفت عليه أو أنك رحمته أو أنك أردت أن تخرجه من مأزق أو نحو ذلك. أذكر في هذا الباب أني مرة، هذا الكلام قديم، لقيت رجلا أيام الحج وكان حليق اللحية، اعتمر وحلق رأسه، ثم خرج إلى الحل وأتى بعمرة جديدة كما يفعله بعض الناس، ولما وصل إلى المروة جاء إلى التحلل من نسك العمرة بالحلق أو التقصير، فلما أراد أن يتحلل إذا شعر الرأس أصلع ليس فيه شيء يحلق. قال لي: فسألت رجلا ملتحيا عند المروة وقلت له: أنا أريد أن أتحلل، ماذا أفعل الآن وأنا أصلع؟ قال: فنظر إلي وقال: احلق الشارب. يقول: فحلقت الشارب، فصار الشخص حليق الرأس واللحية والشارب وتحلل بحلق شاربه. هذا الكلام قد يضحك البعض عندما يسمعه، لكن كنا مرة بعد هذه القصة في مجلس للشيخ ابن باز رحمه الله، وذكرت بعض المسائل، فرغب بعض المشايخ أن أذكر للشيخ هذه القصة، فذكرتها للشيخ فتألم جدا. تألم الشيخ لما سمع هذه الفتوى من ذاك الرجل، تألم جدا، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. لماذا؟ لأن هذا جرأة على دين الله، وقول على الله بلا علم، وتوريط للناس بالكلام في دين الله بغير علم وغير بصيرة. فهذا الذي قد أفتى بهذه الفتوى التي لا يقول بها أي عالم مطلقا، ولا توجد حتى في الفتاوى الشاذة، ثم يتجرأ هذه الجرأة. إذن بعض الناس فعلا لا يبالي، ولهذا لا يبالي فيهلك نفسه، ولهذا قيل: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يدري ولا يعرف الحكم الذي سئل عنه ثم يخاطر بدينه ويفتي من سأله، فهذه بلا شك مسألة يعني خطيرة للغاية. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم جمع أمورا ثلاثة كلها تتعلق بهذا الباب. الأول يقول عليه الصلاة والسلام: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، يقول قال صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثا وهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وخطورة أيضا نقل الأحاديث المكذوبة عليه. فالخطورة في هذا الباب ترجع إلى أمرين: ترجع إلى من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو كاذب، وأيضا ترجع الخطورة إلى النقلة، من ينقل هذه الأحاديث المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا في الجوالات تأتي للناس أحاديث مكذوبة وربما كتب تحتها أنشر تؤجر، ثم بعض العوام ينشرها، فيخشى عليه خطورة هذا الأمر. هذا فيه خطورة بالغة، ترويج الأحاديث المكذوبة التي لم يقلها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتبوأ مكانه من النار يوم القيامة. وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. الثاني قال: ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. وهذا فيه أن إرشاد الأخ المسلم إلى غير رشد إذا استشار أن ذلك من الخيانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. والمستشار مؤتمن كما في الحديث، مؤتمن، يجب عليه أن يدل إلى ما فيه رشد وصلاح، فإن لم يفعل ذلك فقد خان ولم يؤدي الأمانة، لأن ضد الأمانة الخيانة، فإذا لم يشر عليه بنصح فقد خانه.
والخيانة معدودة في أوصاف المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، وذكر منها: إذا اؤتمن خان. ومن الخيانة إذا اؤتمن على أمر من الأمور، أمور الدين التي أعظم الأمور، استشير فيها واستنصح ثم دل إلى غير رشد فيكون بذلك خائنا. الثالث قال: ومن أفتي بغير ثبت، أي بغير حجة ولا برهان، يعني ألقيت الفتوى جزافا بلا علم ولا بصيرة ولا بينة من دين الله. حتى بعض الناس يعني تأتي مسألة في بعض المجالس يقول بعضهم: أعتقد أن الحكم كذا. أعتقد يعني يقول أعتقد، وهو يستعمل أعتقد بمعنى أظن أو أحسب. يقول أعتقد، مع أن الاعتقاد هو أشد ما يكون وثاقة في القلب، ويكون ما عنده مستند فيها. أعتقد أن الحكم كذا بغير علم. قال: من فتي بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. الفتية لا بد أن تكون عن تثبت بحجة وبرهان، فإذا أفتى غيره بغير ثبت، أي بغير حجة ولا برهان، فإن من أفتي سيفعل بخلاف الشرع، خلاف الهدي القويم، فيكون إثمه في هذا الأمر على من أفتاه، لأنه استفتاه وسأله. وهذا يدل على خطورة الفتوى، وأن الواجب على الإنسان أن يفتي بعلم وبينة وبثبت وحجة وبرهان. وإذا سئل عما لا يعلم فإنه لا يضيره بشيء أن يقول لا أعلم أو يقول لا أدري، لكن الذي يضيره كل الضير أن يفتي بغير علم، فيكون عليه إثم من أفتاه. الحاصل أن هذه أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته منها: من تقول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم بأن ينسب إليه من الكلام ما لم يقل، ومن يرشد أخاه لغير رشد، هذه الثانية. والثالث المفتي الذي يفتي بغير ثبت، أي بغير حجة ولا برهان. والواجب على المسلمين على وجه العموم، وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص، الحذر من القول على الله بغير علم. فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول هذا حلال وهذا حرام أو هذا جائز أو هذا ممتنع أو ممنوع إلا بحجة يحسن الاعتماد عليها، وإلا فليسعه ما وسع أهل العلم قبله، وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم، وأن يقول الله أعلم أو لا أدري. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهم إذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمون قالوا الله ورسوله أعلم، وما ذاك إلا لكمال علمهم وإيمانهم وتعظيمهم لله وسلامتهم من التكلف وبعدهم عن القول على الله أو في دينه أو شرعه بلا علم. هذه خلاصة مختصرة حول هذا الموضوع، وفيها بإذن الله سبحانه وتعالى فائدة وإيقاظ لقلوبنا أجمعين. وأسأل الله الكريم أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن القول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.